طب الوقاية بتبقى ازاي؟ اهم حاجة الوقاية بنعملها عشان نقلل خطر العدوى ونقلل المضاعفات. اول حاجة هو اللقاح. اللقاح للإنفلونزا وللكورونا بنديه للحوامل والمرضعات وهو آمن. وطبعا الحامل لما بتاخده الأجسام المضادة اللي بتحصل منه بتعدي للجنين فبتحمي الجنين، والمرضع لما بتاخده الأجسام المضادة بتروح عن طريق اللبن بتاعها للطفل الرضيع. كمان في الوقاية مهم جدا نعطي مصل الحساسية اللي احنا كنا حضرناه بجرعات قليلة وبنزودها عشان الجسم يكتسب مناعة من هذا المسبب. بعد كده بقى بنقول ان نحافظ على مسافة بينك وبين الاشخاص، خاصة لو مصابين، ولو انت كمان مصاب ابعد عنهم. لما تيجي تعطس او تسعل خلي فمك وانفك في الساعد بتاعك، ما تحطش ايدك عليه. ارتدي ماسك. كمان اشرب سوائل دافية كتير، معدل 30 سنتي لكل كيلو. كمان غسل الايدين ده مهم جدا من 20 ل 30 ثانية بعد الدخول الى البيت، بعد العطس، بعد الكحة، بعد سلم على حد مصاب، بعد التبرز، لازم الكلام ده نعمله. في كمان لقوا ان الساونا نفسها باستمرار بتساعد على الوقاية من هذه الأمراض. كمان الحصول على نوم كافي وراحة كافية. كمان اتباع نظام غذائي متوازن، طبعا بيبقى فيه فيتامينات وفي حمض فوليك وفي زنك، الحاجات دي بتقوي المناعة. طبعا ممارسة الرياضة بانتظام في الهواء الطلق زي المشي بتزود الدورة الدموية وبتنشط عملية التنفس وخلايا المناعة. كمان تقليل التوتر.